طيب اكيد كلنا سمعنا عن حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي، ولو ما سمعتش عنها يبقى انت عندك مشكله كبيره جدا، ده حلها في فيديو تاني خالص او اصلا ملهاش حل. المهم في ناس كتير بتتكلم ان الذكاء الاصطناعي هيستحوذ على مجالات معينه وعلى شغلانات معينه، فبالتالي يعني مش لازم تدرس، يعني مش لازم تروح الجامعه ولا تروح مدرسه، لان كده كده انت هتتبدل. وفي جزء تاني من الناس رايهم ان الذكاء الاصطناعي هيساعدنا ان احنا نأدي افضل في شغلنا. طبعا واحد من اهم الناس في مجال الذكاء الاصطناعي النهارده ايلون ماسك رايه كده. فلما يبقى في واحد بيقول لك ان الروبوتات بعد كده هتعمل الحاجات اللي الانسان بيعملها، لازم فعلا تقعد وتسمع للناس اللي رايهم ان احنا فعلا هنتبدل. طب قبل ما نخش في فكره هنتبدل ولا لا، احنا محتاجين نفهم هو الذكاء الاصطناعي اصلا لما بيبدا يخش في مجال معين بيخش ازاي، او بيبدا منين، او قصته بتبدا منين. في ناس معتقده ان شغلانتها زي مثلا الناس اللي شغلانتها معقده زي الدكاتره او المحامين وهكذا، ان شغلته معقده جدا، فبالتالي هيبقى من الصعب جدا ان الذكاء الاصطناعي يبدله. فبيبقى قاعد بقى مرتاح، اللي هو ايه، لا انا مش محتاج اقلق، مش محتاج اعمل حاجه، يعني كده كده الذكاء الاصطناعي لو جه هيساعدني فقط، مش هيبدل شغلانتي. فعشان نعرف يعني نتاكد اذا فعلا الذكاء الاصطناعي ده هيبدلنا ولا مش هيبدلنا، لازم نفهم هو يعني اصلا بيشتغل بناء على ايه. It's here, the first humanoid robot housekeeper. Can you just go make us a cup of coffee? It's after 2 p.m. Would you like me to go ahead and make that cup of coffee for you? Yes, please go ahead. I'm on it, making your coffee now. That we can't see doing this for the robot. This is all Nope. autonomous. Yes, it's one single neural network controlling the whole body. The next few years isn't about owning a super useful robot. It's about raising one. 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. Optional. في الاساس انت كشخص، خلينا نتكلم على الدكتور بعينه، يعني في المجال ده ما احنا بنتكلم على الصحه وكده، الدكتور اللي بيميزه عني مثلا او عنك، يعني مثلا انا مهندس، اللي يميز الدكتور عني، او انت لو كليه اداب او ما درستش اصلا، اللي يميز الدكتور عنك. واحنا عارفين مين ما كان بقى الدكتور ده في المجال بتاعه بيدرس اكتر من اللزوم، يعني هو واحد كده ايه، بايع القضيه او حد اجبره يبيع القضيه عشان يدرس، فبيدرس وبيقعد فتره طويله يدرس، يعني الكلينيكالز، يعني تفاصيل الطب بقى على حسب المجال اللي هو داخله بالظبط او التخصص اللي هو داخله بالاصح، فبالتالي معلوماته بتبقى اكتر في الحته الطبيه. طيب وبعد كده بيخش المجال بيشتغل فيه عشان يكون خبرته، فبيتابع دكتور، بيتعلم من دكتور، فوق ما ده يحصل بعد كده بيبدأ ان هو يقدر يشوف ده يعني مرضى بنفسه، سواء بيشتغل عند حد او بيفتح عيادته، هكذا هكذا هكذا. دلوقتي لما نيجي نبص على اي مستشفى في العالم هتلاقي فيها نظام وفي طريقة الدكتور بيتبعها. طبعا احنا لا نتفق 100% مع الطريقة اللي الدكاترة بيتبعوها في العلاج، لان ده علاج سطحي. احنا محتاجين العلاج الجذري اللي هو تحل المشكلة، اللي تشيل الاعراض مش اعالج الاعراض. طبعا ده فيديو تاني خالص، لو انتم مهتمين فيه ممكن نتكلم عنه، اكتب كومنت تحت لو انت مهتم. ولكن دلوقتي في سيستمز يعني بيتبع سيستم معين وريتم معين في ان هو يتعامل مع المريض، وليه وقت معين لازم يخلص فيه متابعته مع المريض، والا الكي بي اي بتاعته في المستشفى بتتاثر وفلوسه بتتاثر والربحيه بتتاثر وهكذا. ده في العالم كله، يعني كل بلاد ليها سيستم مختلف شويه، ولكن ده اللي متعارف عليه في العالم، فانا بتكلم في المجمل عشان اوصل لك الفكره. طيب الدكتور ده لما بيجي ينصح حد كدكتور، هو بيستغل الخبرة اللي خدها وبيستغل العلم اللي اتعلمه، وبيشوف يعني لما اتعلم قبل كده الناس عملت ايه، يعني عارف الحاجة دي، المرض المعين الناس بتجيله ده عنه، هو يقدر يعالجه لان شاف ناس بتعالجه كتير، اتدرب منهم ودرس عنه وعمل حالات كتير في نفس المجال ده، يعني بالنسبة للعيان. فبالتالي هو بيعمل ايه بالنسبة لنا لما نيجي نبص عليها كسيستم؟ معلومات قديمة، خبرة قديمة، بربط الحاجات ببعض، بعمل شوية تحاليل، بناء على التحاليل باخد قرارات. فايه رأيك ان انا اقول لك ان الذكاء الاصطناعي بيعمل كده واحسن كمان؟ فهنا هتيجي تقول لي طب ايه ده يعني دكتور اللي فاكر ان شغلانته معقدة هيتبدل؟ هيتبدل. انا من رأيي الدكاترة كمان سنتين 3 انساهم، بالذات الدكاتره اللي هو اخصائي، او الدكاتره بقى هيبدا بالليفل القليل، لما اللي هو بقى الدكتور بقى اللي يبقى مشهور وكده، بيبقى مشهور لانه عالج حالات كتيره ونجح فيها، فالاي اي هيقدر يعمل نفس الحاجه، لان الطريقه اللي بينبت عنها
القرار ان انت هتعالج ده ازاي ولا مش هتعالجه ازاي، او هتشوف ايه ولا هتختبر في ايه، كل دي بناء على داتابيس في مخ الانسان. وما الداتابيس دي هتبقى في كمبيوتر، لان هي فعلا في كمبيوتر، فايلات المرضى كلها في كمبيوتر، طريقه علاجهم كلها في كمبيوتر. فكل اللي هيحصل يعمل ماتشنج، يعني يشوف الحاله اكس وواي ايه اللي قريب منهم من بعض. طب واي يتعالج ازاي؟ طب انا هعمل كده. او واي حلينا له مشاكله ازاي. ولو ان احنا دايما بنقول ان احنا لا نتفق مع الطريقه اللي موجوده النهارده اللي بتعالج الاعراض فقط، ولكن بس عشان الحوار يبقى بسيط ما بيننا ما بين بعض كده، انت كده فهمت هو بيعمل ازاي. طب الاي اي هيعمل ايه؟ مراحله هتبقى عامله ازاي؟ دي الحاجه اللي احنا لازم نفكر عليها. وايه اللي يخلي الاي اي ما ياخدش شغلانه الطبيب او اي حد او اي شغلانه تانية؟ فخلينا نحلل تاني. يعني هو الاي اي لما بيبدا يخش في اي مجال عمل، هو بيبدا ان هو يساعدك. النهارده في المستشفيات في حاجه اسمها اي اي سكرايب. الاي اي سكرايب دي بيبقى الطبيب والمريض قاعدين بيتكلموا في حاجه اي اي بتترجم الكلام لاكشن ايتمز او لكلام طبي يقدر يتمشي عليه من عند وجهة نظر الدكتور، ويقدر يبعت تقرير للمريض بكلام هو يفهمه بالحاجات اللي لازم يخلي باله منها وكده. طيب بعد شوية هيبقى مش محتاج ان الدكتور يدوس الزرار سند وكده، ومش محتاج يبقى قاعد في كرسي اصلا. لا، ده هو في اي اي، دكتور اي اي قاعد بيعمل الكلام ده كله، لان انت مش محتاج حد اخصائي يعني جراحة، انت مش محتاج حد يشتغل بايده. فالناس اللي بتشتغل بايدها بقى، سواء نجار، سباك، جراح، دكتور اسنان، الناس دي كلها مهنتها ابعد عن الخطر بتاع الذكاء الاصطناعي ان هو يبدلهم عن اي مهنه تانية محتاجه فقط ان انا ممكن اعملها عن بعد. لان طالما قدرت اعمل حاجه عن بعد، معناها انت مش لازم تبقى قدامي، معناها ان انا مش هستعمل الفيزيكال كابابيلتيز بتاعتي، او ايدي مش محتاج استعمل ايدي في اي حاجه، او مش محتاج اي يعني شغل بدني مهم عشان اوصل لك النتيجه. فبالتالي الكمبيوتر يقدر ياخد الاجراء ويخلص الموضوع ده بسرعه وبتكلفه اقل. بص، في 3 حاجات مهمه هتبقى موجوده عشان الموضوع يمشي بسرعه. 1، التكلفه والربحيه. 2، الثقه والمصداقيه مع التقنيه ان احنا نقدر نضمنها. و3 بقى اللي هو ايه، يعني معافره الناس. هل الناس هتقبل بالموضوع ده، ولا الناس اللي شغاله هل هيعقدوا الامور لصاحب المكان عشان الموضوع ده يخش، فيبدا ان هو يبطئ عمليه او تسارع الاي اي يبدا يخش في الشغل ولا لا. فالثلاث حاجات دي مهمه جدا، لان هي دي اللي هتقرر سرعه الادوبشن زي ما احنا بنقول، او ان الحاجه دي فعلا تخش في السيستم. كل بلد هتبقى مختلفه شويه عن البلاد الاخرى لسبب سعر او تكلفه العماله بتاعتها في المجالات المختلفه. ففي بلاد لا، هيبقى القرار جاي من فوق، اعمل يعني اعمل. في بلاد هيدوا ايه، هديك مساحه ان انت تجرب وتدي نفسك وقت عما تتعود على السيستم وهكذا. وفي بلاد مش هيفرق معاها، لان تكلفه العماله دلوقتي او النهارده، وان هو يخلي معدل نسبه العماله في الدول ان هي تبقى مرتفعه احسن على المدى البعيد او القريب من ان انا احط روبوتس يعملوا العمليه دي، حتى وان الجوده بقت احسن وان التكلفه بقت اقل. فبيحسبها من كذا منظور. ولكن ما ينفعش ان انت تبقى قاعد في شغلانه فاكر ان هي يعني مش هتتبدل عن طريق الذكاء الاصطناعي، لان ببساطه الذكاء الاصطناعي اي حاجه انت بتقدر تعملها هو يقدر يعملها ب100 مره احسن منك، لان هو ما عندوش العاطفه، هو ما بيتعبش، هو كمبيوتر. كل ما فيه طاقه وكهرباء داخله للجهاز، الجهاز شغال. فده ليه تكلفه برضو، فالناس هتبص على التكلفه دي اكيد. فمن المهم جدا ان انت تقدر ان انت تبص على الذكاء الاصطناعي في مجالك هيشتغل ازاي، وتبدا تتاقلم مع الموضوع ده، وتبقى دايما سابق بخطوه، بحيث ان انت لما الموجه تبدا يعني تيجي عليك انت اوريدي سابق فباقي، لان انت لسه عندك قيمه ابعد من الشغلانه اللي انت بتعملها او طريقه التفكير اللي انت محدود مثلا بيها النهارده. فموضوع العمليات ده طبعا لازم محتاج يبقى سكيلي، محتاج يبقى فيه سكيلابيلتي الاول قبل ما نتكلم عليه. فطبعا في مجالات كتير زي ما انا بتكلم، ولكن نركز واحده واحده. المجالات اللي فيها حرفه وفيها يعني فن بقى، زي الجراح، زي بتاع الاسنان، الناس دي محتاجه تكون، هتبقى يعني صعب جدا ان هو يبقى روبوت اللي بيعمل ده، لان محتاجه تكلفة الروبوت والتقنية تبقى قليلة جدا، وعشان نوصل للمرحلة دي احنا لسه بعيد عنها. ولكن الناس اللي هي بتاخد قرارات فيرتشوال زي ما قلت لك، خليك بعيد بخطوة او اتعلم يعني ابعد شوية عشان تبقى دايما سابق الموجة. حاجة كمان، النهاردة الناس بتشتغل عشان تجيب فلوس عشان تعرف تعيش. بعد كده لما انت مش هتبقى مضطر تشتغل، مش هيبقى عندك نفس التكلفة عشان تعيش زي الايام اللي احنا فيها النهاردة. فالحاجات هترخص، ويمكن ما يبقاش ليها لازمة ان انت اصلا تشتغل ابدا، لان ممكن الحكومات او الدول بعد كده هتبقى الاساسيات للانسان
موجودة ومتاحة، واللي عاوز يعمل حاجة أكتر من كده بيبقى بيعملها سعي لهدف معين أو مشروع معين أو فكرة معينة. فخلي دي في بالك، لأن كل ما الإنسان تفكيره أو اتجاهه أو مجهوده وتعبه اتجاه حاجة بتقل، في باب تاني أو باب تانية بتتفتح، الإنسان بيبدأ يفكر فيها. فأنت فكر فيها كده أكنك أنت هتقول عليه هارد درايف. لو الهارد درايف شغال فاتح 10 ابلكيشن، هو خلاص فول كاباسيتي، ما يقدرش يبص على حاجه تانية. ولكن لو قفلت 2-3 ابلكيشن يبقى عندك مساحه ان انت تبدا تبص او تفتح ابلكيشنز تانية. وهنا العبره هي ان انت لا تقلق من اللي هيجي، ولكن اقلق لو انت مش جاهز للي جاي. فعشان اجهز للي جاي لازم اكون عارف اتعامل مع اللي جاي، ولازم اكون قادر ان انا اسبق بخطوه، بحيث يبقى عندي المهاره ان انا استغل التقنيه الجديده اللي هي جايه بوتيره اسرع بكتير من التقنيه والموجات اللي حصلت قبل كده، اللي هو كان في فجوه كبيره ما بين كل نطه والتانيه او كل ادفانسمنت والتانيه. دلوقتي الموضوع سريع جدا. فمثلا زي ما احنا بنتكلم، الدكتور للاسف من المهن اللي هي من رأيي، وطبعا ممكن في ناس ما تشاركنيش نفس الرأي، ولكن من رأيي ان الدكتور مهنته يعني شوية كده وهتنقرض زي المحامي. ولان انا اصلا حللت لحد طبعا كرأي مش كطبيب، عن طريق استعمال الاي اي، ان هو اعمل سكريننج، وعملت حالة الام اس بتبقى موجودة في الجهاز العصبي والمخ بقى فيه مشكلة، والنخاع الشوكي بقى فيه زي التهابات معينة. وقدرت بالصور بتاع السكان ان انا اخدها واطلعها على الاي اي واتكلم على الاي اي، وفي 10 دقائق حللت للشخص ده حاجة الدكتور بتاعه ما حللهاش، فرجع للدكتور تاني واكد الكلام اللي انا قلته، الاي اي ساعدني ان انا اطلعه. فدي مهمة جدا، لان الاخفاقات اللي الانسان بيعملها الجهاز مش هيعملها للاسف، لان قدرته للاسف للانسان، ولكن كويس لينا حسنا لينا ان الجهاز ما بيغلطش زي ما احنا بنغلط. بيغلط لو المعلومات اللي داخلاله غلط، ولكن اذا البرمجه موجوده صح والمعلومات دخلت، فالنتيجه هتبقى اللي انت محتاجها، زي اي دكتور او شخص دخل له معلومات وعنده معلومات كتير فيقدر يحلل. واحنا عارفين الدكتور الكويس او الشخص الشاطر بيبقى شخص ذو خبره، فانت لما خبرتك بتزيد قيمتك بتزيد، لان انت شفت كتير وجربت كتير ومش عارف ايه. فالجهاز هيبقى اضعاف 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 اللي احنا بنتكلم فيه ده. ودي فرصه لينا كلنا ان احنا نفتح عينينا للموضوع ده. وعشان تبقى جاهز في اي حاجه وان انت تبدا تواكب عصرك يعني طول الوقت والتغيرات اللي فيه، لازم تكون واعي، ولازم تكون واعي لصحتك، لنفسك، بتسمع ايه، بتشرب ايه، بتاكل ايه. كل الحاجات دي هتاثر على القرارات اللي بتاخدها يوميا عشان توصل لنتيجه ان انت تكون جاهز وعندك adaptability زي ما احنا بنقول، ان انت قادر ان انت تتاقلم على اي وضع لان انت جاهز. فما تهملش صحتك، ما تهملش تفكيرك، ما تهملش نفسيتك. يعني حاول بكل قدراتك ان انت تقدر تحسن وتطور من نفسك وتواكب العصر، وما تبقاش نايم على ودانك، لانك لو نمت على ودانك هتنام على كل حاجة. ما بحبلكش الحاجة دي يعني. فأتمنى ان الفيديو ده يكون فادكو ويداك فرصة تبص على الموضوع من منطلق آخر. ما تخافش من أي تغيرات بتحصل سواء تقنية أو في العالم وكده، طبعا كله بإرادة ربنا. ولكن لو أنت مجهز نفسك وعارف إيه اللي جاي وراسم لنفسك خطوات بناء على اللي أنت درسته والمجال اللي أنت أو المجال اللي أنت هتدخله، فما ينفعش تدخل حاجة هتتبدل. يعني ما تضيعش وقتك في الكلام ده. ركز على الحاجات من أول الطالب، تركز على الحاجات اللي هتبقى جاية وصعب جدا إن أنت تتنبأها، فقرب من الحاجات اللي جاية على قد ما تقدر. ابعد عن الحاجات اللي هتتبدل. والناس اللي عندها اللي كانت بتبعد عن الصنعة لأجل إن هي أرخص أو لأجل إن هم شايفين إن هي غير مجزية، هتغير نظرتك للموضوع ده تماما، وامشي ورا حاجات أنت فعلا حاببها وحاجات عاوز تعملها. لأن لما الموضوع بيصعب عامة في أي مجال، الباشن بتاعك أو حبك شغفك اتجاه الحاجة هو اللي هيخليك تقدر تكمل عليها، واللي هيقدر يكمل السبق للآخر هو اللي هيكسب على أغلب الوقت. طبعا كله بإيد ربنا. شكرا ليكم، اتمنى الفيديو يكون فادكم، وهشوفكم في فيديو تاني.